السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وبأحسن حال ان شاء الله. النهاردة يا حبايبي معانا فيديو جديد، بس قبل ما نبدأ اي حاجة احنا متعودين مع بعض دايما بنصلي على النبي. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. وحشتوني يا حبايبي وبتوحشوني، وبحب اشارككم معايا كده دايما في كل حاجة. ربنا ما يحرمنيش منكم يا رب، وما يحرمنيش من تعليقاتكم الجميلة. تعالوا كده بقى يا حبايبي نشوف احنا هنعمل ايه النهاردة. احنا ان شاء الله كده العيد عدى، والدنيا يا حبايبي لازم أن تكون معانا نظيفة، سواء عيد او من غير عيد. هنجيب كده يا حبايبي حاجة وهننفض الستاير ديت، وهنروق تحت عند حماتي، ربنا يخليهم لنا يا رب وما يحرمناش منهم. ودايما كده يا رب ايه، ربنا يدينا الصحة ونعمل لهم اللي هم عايزينه. شايفين يا حبايبي اهوت المنظر اهوت، بنفض معاكم الستاير وهلمها، وبعدين هنفض البيبان والشبابيك كده، علشان خاطر يا حبايبي احنا هنا على الشارع والدنيا كلها بتبقى تراب. مينفعش نسيب التراب ده ونقعد كده والدنيا فيها تراب. والله يا حبايبي انا بحب اشارككم معايا لان انتوا اخواتي في الله، ربنا ما يحرمنيش منكم. ولو وصلتوا معايا لحد هنا ما تنسوش اللايك والاشتراك، علشان خاطر يوصلوك كل الفيديوهات بتاعتي الجديدة. شايفين اهوت يا حبايبي، نفضت معاكم الباب اهوت، وهنفض معاكم الشباك هو كمان، علشان خاطر التراب بيبقى ايه كتير، ولو انت ما نفضتيش الشباك ولا الباب التراب هيجي ايه يعفر على وشك، واحنا مش عايزين كده. اهو تدينا اهو بننفض مع بعض وهنكنس وهنمسح يا حبايبي. شفتوا اللي احنا كنا عاملينه معاكم قبل العيد، غسيل الحصر والحاجات ديت؟ احنا هنعملها تاني علشان خاطر يا حبايبي احنا عندنا هنا كل اسبوع لازم بنعمل كده، علشان خاطر احنا على الشارع والدنيا كلها بتبقى تراب والحصر بتبقى متعفرة وكده، واحنا يا حبايبي بنصلي على الحصر ما ينفعش تكون وسخ. شايفين اهو هيب الحيطان ديت من التراب علشان خاطر ما يبقاش في تراب. وايه هنغسل الحصر، وهغسل فرش الكنب ده كله علشان خاطر يبقى نضيف معانا. الفرش الكنب كل ما تغسليه على طول يقوم ما يتوسخش معاكي ويقرح ولا كده، هتبقى الحاجة بتاعتك نظيفة، واي حد هيخش عندك تبقى انت متشرفة بحاجتك، ودايما تبقى حاجتك نظيفة. شايفين اهوت يا حبايبي بمسح الحيطان اهوت كلها علشان خاطر ما يبقاش في تراب خالص. ربنا يديكوا الصحة يا حبايبي وما يحرمكوش من صحتكم. دايما ست كده الله يبارك لها ويخليها ويطول في عمرها بتقول لي ده بيت الراجل يا بنتي زي الجامع، لو انت عملت فيه بذمة ربنا هيرضيك، وما تفكريش ان تعبك ده هيروح على الفاضي. لا، ده انت ربنا بيبقى ساترها معاكي، ومن دعواتهم ربنا بيبقى ساترها معاكي ومع عيالك، وربنا بيخليهم لك وبيهدهم لك. شايفين يا حبايبي اهو غسلت الكنب معاكم اهوت، وهخش بقى على الحصر. انا بجيب خلطة يا حبايبي للحصر كده بتنضفها وبتحتفظ باللون بتاعها ما بتخلوش يبهت. والله يا حبايبي ربنا اللي بيقوموا بس كده وانو كده، وانتوا هتعملوا الحاجة ومش هتحسوا بيها ان انتوا عملتوها. شايفين يا حبايبي اهوت ديت يا حبايبي جايباها كده فرشة بتاعت بلاط علشان خاطر ما ميلش يعني ولا كده اهو، وانا واقفة والحصر بتنضف معايا وبتبقى نظيفة وبتبقى زي العسل. انت عارفة يا حبايبي كل ما بتغسلوا الحصر بتاعتكم على طول يقوم ايه ما تبقاش فيها بقع وكده، ولا تغلبكيش في الغسيل. بقولك اغسلي حاجتك هينة تصبح لينة، يعني كل ما بتعمليها وهي سهلة وهي نظيفة كده بتبقى حلوة. والله يا حبايبي ما في حاجة بتتعب، ربنا يدوكوا الصحة. بكفاية دعوة من حماية وحماتي بقوم كده ما ببقى عايزة اهد الدنيا كلها وابنيها. ربنا يخليهم لنا وما يحرمناش منهم، ما يحرمناش. الناس الكبيرة يا حبايبي دي بتبقى بركة في الظهر، ما تفكريش ان انت يعني لا، ده هم ربنا يخليهم ويبارك فيهم ويبارك في عمرهم، وربنا يخلي لابويا وامي وما يحرمنيش منهم واخواتي. ربنا يخليهم لكم كده وما يحرمكيش من اهلك يا حبيبتي، ده الاهل عزوه. شايفين يا حبايبي المنظر ما شاء الله هو بعد ما غسلت. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. اهو شايفين المنظر كده وانا بدعك. الحسر يا حبايبي بتنضف معايا اول باول، بتبقى نظيفة وبتبقى زي العسل. وهخلص من هنا وهقوم امسح وهفرش برضو، والشغل عادي وبسيط وما بيتعبش. ربنا يديك الصحة كده وتعملي، ربنا ما يحرمكيش من صحتك. شايفين يا حبايبي اهو بغسل اهو، غسلت ما شاء الله الاربع حسر اللي بنفرشهم في الصالة ما خدوش معايا وقت، لان يا حبايبي احنا على الشارع ودايما كده نغسلهم علشان خاطر التراب. اما بتفرشي الحصر وسخة ولا اكنك مسحتي، ما ينفعش، احنا مش عايزين كده. احنا الشغل هو تعالي معانا هوت وسهل وبسيط خالص،
وهقوم دلوقتي همسح بره وهوريكم، هكنس وامسح بره وهتشوفوا بعد ما خلصت. ما شاء الله لا قوه الا بالله. اما شفت المنظر ما حسيتش بالتعب، عادي. التعب بقى كان عادي، وبصي وكل حاجه سهله عادي ومفيش اي حاجه. اما تبص اللي انت عملتيه ما خلاص التعب بيبقى راح خلاص. شايفين البلاطات يا حبايبي؟ بمسح بالخلطه اللي انا موريها لكم برضو في الفيديو اللي فات، والكلور بيخلي البلاط نضيف، لان السيراميك دي يا حبايبي بيبقى ريحته زفار. لو ما حطيتيش نوع خلطه او كلور بيخلي البلاط ريحته ايه، البلاط بيبقى ريحته حلوه، وبيبقى يعني ايه، بيديكي كده، بتبقي مرتاحه نفسيا لما بتشمي ريحه البلاط، وبيبقى جو شقتك كده بيبقى حلو والله يا حبايبي. وهتشوفوا المنظر اهو بعد ما خلصت، يعني دلوقتي ولا الاول. ما شاء الله لا قوه الا بالله. عادي اهوت قضينا يومنا عادي. بس احنا بقى بعد ما خلصنا كده حبيت اصور لكم بس كده الاكل بعد ما عملته، علشان خاطر ما اطولش عليكم، علشان ما تزهقوش مني ولا تقولوا ان انا رغايه ولا كده. انا مش رغايه، انا بحب اشارككم معايا في كل حاجه، علشان خاطر انا بحبكم في الله. ربنا ما يحرمنيش منكم، وربنا يدومكم نعمه في حياتي، ويحببني فيكم كمان وكمان اكتر ما انا بحبكم. ربنا يخليكم لي يا رب، وما يحرمنيش من تعليقاتكم الجميله، ولا يحرمنيش من سؤالكم عليا كده. ربنا يخليكم لي. شايفين يا حبايبي اهوت بعد ما خلصت ما شاء الله لا قوه الا بالله، المنظر زي العسل اهو، والحصر انغسلت والبيت اتروق ومفيش اي حاجه. هنخش بقى كده مع بعض هنعمل غدا سريع. ايه كان عندي يا حبايبي الفراخ اللي كنت مصوراها معاكم في الفيديو ديت ما كبرتش عن كده، قمت دبحتهم كلهم وعنتهم في الفريزر. قلت بعمل منهم بقى كده ايه. واحنا يا حبايبي ما فيش الا احنا، يعني جوازتنا كلهم في الشغل، ما فيش الا انا وحماتي وستي والعيال. هنعمل كده يا حبايبي فرخة ما شاء الله هتكفينا، يعني ايه احنا مش كتير، يعني انا وحماتي وستي والعيال يعني. بس هنعمل معاكم الفرخة ديت وهتشوفوها بعد ما عملتها، بعد ما هوريكم المنظر الجميل اللي انتوا شايفينه قدامكم ده. هخش بقى ايه هعمل معاكم الفرخة كده وحبة ملوخية. زهقنا يا حبايبي بقى من ساعة العيد، زهقنا رز ومكرونة ورقاق وحاجات من ديت. قلنا بقى ايه نغير كده، ايه هنعمل شوية ملوخية بس كده، وجبنا بقى من عندنا، وهنفلق طماطم وخيار، وعملت الفرخة اهيت ما شاء الله. وايه كله اكل من البيت كده يا حبايبي. ربنا يدومها علينا نعمة يا رب، ويحفظها من الزوال ويبدلنا خيرا منها. ربنا بس يدومها علينا يا حبايبي. بصوا ربنا يدوكوا الصحة اهم حاجة. ولو وصلتوا معايا لحد هنا ما تنسوش اللايك والاشتراك، علشان خاطر يوصلوك كل الفيديوهات بتاعتي الجديدة. بحبكم في الله وبحب اشارككم معايا، ودايما كده بحبكم معايا في كل الاوقات. مبقاش عايزه اسيبكم كده لما اعمل حاجه كده لما تكونوا معايا. شايفين اهوت يا حبايبي منظر الاكل بعد ما عملته ما خدش معايا 5 دقايق، وقمنا نلاقي حاجه ناكلها. السلام عليكم ورحمه الله.